ونفط ميسان تم تأجيلها بسبب الظروف الجوية الغير مناسبة. اليوم 5 مباريات: الشرطة والقاسم، الزهراء وديالى، الكرخ والقرمة والطلبة ونوروز. إضافة إلى هذه المباراة يقودها هذا الحكم ليث فرحان، ويساعد حكم مساعد أول محمد لوي، وحكم مساعد ثاني علي فاضل، وحكم رابع محمد كامل، بينما حكام غرفة الفار مهند مناف وعلاء عباس. نبدأ بتشكيلة طبعا فريق الموصل بقيادة المدرب هيثم شبول، الذي طبعا نتكلم عن هيثم شبول الذي يبدأ حراسة المرمى: علي كاظم وحسام كاظم وميدرندا وسيدريك ناقة، روبرت باور، أكرم رحيم، عامر بشير وسامون الكسندر ومعين أحمد وسامر محسن وعلاء الدين الدالي. هذه تشكيلة نادي النفط. وهنا بداية اللقاء: النفط طبعا نتكلم عن نادي النفط القادم من محافظة بغداد إلى البصرة الفيحاء، التي تستضيف هذا اللقاء كأرض مفترضة لنادي الموصل، الذي يختار ملعب الفيحاء من أجل البقاء في البصرة، من أجل مواجهة طبعا فريق الميناء في المباراة القادمة. طبعا تشكيلة نادي النفط: حيدر جمال في حراسة المرمى، كرار رزاق، أحمد خالد، سامسون داري، حبيب محمد، سامهين، علي ماجد، ستار ياسين، عمار غالب، وليد كريم، واللاعب آمادو موتاري. مباراة ليست سهلة على الفريقين. نتكلم عن نادي الموصل في المركز الرابع عشر، رصيد 36 نقطة، 9 انتصارات، 9 تعادلات، و11 خسارة، وسجل 31 هدف واستقبل 38 هدف. بينما نادي النفط في المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة، 10 انتصارات، 7 تعادلات، و12 هزيمة، سجل 27 هدف واستقبل 26 هدف. هنا محاولة مصلحة نادي الموصل، كرة خطيرة، محاولة من معين أحمد، يلعب الكرة، عادت مجددا الكرة العرضية، هنا الرأسية مرت وعدت وإلى الخارج. نعم، إلى الخارج الكرة. كرة خطيرة كانت، محاولة لكن إلى الخارج. من جديد لمصلحة نادي الموصل: سيدريك ناقاه، المدافع الذي تقدم دائما إلى الأمام، عمر بشيرو، يلعبها إلى معين، إلى حسام، تصويبة قوية من حسام كاظم، الكابتن المتقدم الذي اختار قرار التصويب، اختار تسديد الكرة، كرة من مسافة بعيدة، لكن بأحضان الحارس حيدر جمال، الحارس البديل، الذي طبعا نعرف أنه حسين علي جولي هو الحارس الأساسي. هنا التمريرة، لكن وصلت سهلة للحارس علي كاظم. المباراة السابعة لديه كلين شيت واحد فقط، حذار من التمريرات في هكذا أماكن، لكن خلاص علي كاظم يلعبها، وصلت حسام كاظم من جديد، تمريرات لمصلحتنا، تمريرة خاطئة، ستار ياسين، هجوم مرتد لمصلحة نادي النفط إلى عمار غالب المتقدم من جهة اليسار إلى أحمد خالد يلعبها، علي ماجد، تمريرات مصلحة نادي النفط وتناقل بالكرة، وصلت هناك إلى جهة اليمين، حبيب محمد إلى كرار رزاق، تمريرة يحاول فريق النفط هنا، سامهين إلى ستار ياسين، سيدريك ناقاه أبعد الخطورة بشكل مؤقت، المتابعة من عمار يبحث عن المرور والتمرير، لكن قطعت من سيدريك ناقاه الكاميروني، لعب الكرة إلى الخارج. هذا هو هيثم الشبول، مدرب نادي الموصل، لديه تجارب سابقة هنا في دورينا،
مع الديوانية، وأيضا مع الشرطة بصورة مؤقتة، وكذلك مع نادي نفط ميسان. كرار رزاق يلعب الكرة العالية، اصطدت الكرة، عادت مجددا لمصلحة نادي الموصل، البحث عن الهجوم، لكن قطعت من حبيب محمد الغاني مجددا لمصلحة نادي النفط. يبحث أمادو لاعب النيجر، تمريرة لوليد لكن قصيرة وقطعت، عادت لمصلحة نادي الموصل. تمريرات مقطوعة من قبل الفريقين. روبرت باور الألماني يحاول لعب الكرة من جديد، قطعت. ستار ياسين بحثا عن التمرير، لكن أيضا الكرة عادت. كرات مقطوعة، ما بين لاعبي الفريقين. أكرم إلى سامر محسن، سامر إلى الدالي، عامر بشير. أكرم رحيم يلعب الكرة إلى الخلف. 5 دقائق مرت أحبتي المشاهدين، والتعادل السلبي لغاية الآن. مباراة الذهاب انتهت لمصلحة نادي الموصل بهدفين مقابل هدف واحد. تقدم النفط عن طريق حسام جاد الله وثنائية علاء الدين الدالي، كانت كفيلة بفوز طبعا الموصل على حساب فريق النفط. مباراة مهمة جدا، مباراة ال6 نقاط، تقارب كبير ما بين هذه المراكز. أتكلم عن مراكز من 12 لغاية المركز 18، تقارب كبير بالنقاط، كل نقطة بحسابها، كل نقطة لها ثمنها. ويحاول طبعا كل فريق جمع النقاط، وخاصة مثل هكذا مباريات قريبة المستوى ما بين الفريقين. نعم، المستوى المتقارب ما بين الفريقين تكون النقاط مهمة جدا، يعني خاصة تقارب بالأداء، تقارب بالمستوى، تقارب على المستوى النقاط. هنا قطعة الكرة ومحاولة لعب الكرة من اللاعب الكولومبي ميدراندا، الوضع على الصورة جوستن ميدراندا. رمية جانبية، ليث فرحان يقول نعم رمية جانبية لمصلحة نادي الموصل. حسام كاظم يلعب الرمية الجانبية لميدراندا، تجربة كبيرة لحسام كاظم. يعني أكيد نادي الموصل بعد ما تأهل إلى دوري نجوم العراق احتاج بعض اللاعبين الخبرة، فاستعان بحسام كاظم. أيضا سامر محسن الذي استلم الكرة الآن، سامر يحاول المرور قريب من سامسون، وهنا الرأسية وصلت إلى الدالي يحاول، لكن قطعت الكرة. تمريرة مجددا، سدرك نقاه وابعاد من أحمد خالد. نعم ابعاد، تشتيت للكرة، عادت مجددا لمصلحة نادي الموصل الذي بدأ بمسك الكرات، بدأ بالاستحواذ، بدأ بلعب الكرات إلى الأمام. كرة عالية، سامر محسن استلام جميل، الله على السلام. هنا التمريرة، يحاول كرة قصيرة، لكن سدرك نقاه يحاول التمرير والابعاد من سامسون داري النيجيري. الوضع على الصورة، موسم آخر مع نادي النفط، المدافع الهداف، لكن في هذا الموسم لم نشاهد أهدافه. هنا التمريرة الخطيرة، لكن الابعاد من سامهين، أي التزام دفاعي مع معين أحمد الذي حاول بالكرة، لكن ابعاد. وعادل نعمة مواسم طويلة مع الحدود، والآن مع نادي النفط للموسم الثاني. في الموسم الماضي استلم الفريق وطبعا في المرحلة الثانية، واستمر مع نادي النفط في هذا الموسم، وعلى ما يبدو سوف يكمل المشوار لغاية نهاية هذا الموسم. تلعب الركنية، كرة العالية، هنا الراسيولي بعد من أحمد خالد، عادت لمصلحة نادي الموصل. المتابعة من معين أحمد يحاول المرور، معين عاد معين، ضغط على معين، لكن معين أحمد رمية جانبية لمصلحة نادي الموصل بعدما ارتطمت بلاعب النيجر الواضح موتاري. والكرة لا، رمية جانبية. حسام كاظم، الموصل بدأ الوصول لمنطقة جزاء فريق النفط ساعيا لتسجيل الهدف الأول. تلعب من حسام إلى أكرم رحيم، عالي من أكرم، ورأسيه الإبعاد من حبيب محمد. البحث عن المرتدة، لكن قطعت، عادت مجددا. سامر محسن، سدرك نقاه،
ثنائي قوي جدا على جهة اليمين بالنسبة لنادي الموصل. سدرك نقاه وسامر محمد. هنا حسام تصويبه من حسام اليوم مجتهد تصويب من خارج منطقة الجزاء. أتكلم عن 9 دقائق وحسام كاظم للمرة الثانية يصوب من مسافة بعيدة. مرة أولى كانت بأحضان الحارس حيدر جمال، وفي هذه المرة هذه التصويبة بعيدة إلى الخارج. هذا هو حسام كاظم الذي يحاول أن يصوب من مسافة بعيدة. ركلة مرمى الآن لمصلحة نادي النفط. كرة طويلة من حيدر، كرة لم تخرج، لا خرجت الكرة إلى رمية جانبية لمصلحة نادي الموصل. يحاول الآن على دين الدالي إلى سامر محسن. الخطورة لدى هؤلاء الثنائي سامر محسن وعلى الدين الدالي، وهناك خطأ على سامر محسن. تكلم عن هذا الثنائي مسجل لفريق الموصل 16 هدف، 4 أهداف لسامر محسن و 12 هدف لعلاء الدين الدالي. 16 هدف من مجموع 31 هدف، تقريبا 50% من أهداف نادي الموصل عن طريق الثنائي سامر محسن وعلاء الدين الدالي. تلعب الكرة طويلة ونراسية إلى والرأسية كانت من الواضح بالصورة عمر بشيرو اللاعب الغاني. عادت للنفط أحمد خالد. قطعت الكرة من سدرك نقا. رمية جانبية أخرى لمصلحة نادي النفط، المصلحة طبعا هذا هو علي ماجد، تألق مع فريق القاسم في هذا الموسم للنسيان، خلاص هبط إلى دوري الدرجة الممتازة أو كما يسمى دور المظاليم. أحمد خالد إلى وليد كريم، تغيير اللعب بصورة جميل. وليد لكرار رزاق، كرار تمريرة قطعت، يحاول كرار، عادت لمصلحة نادي الموصل. حسام كاظم إلى معين، إلى أكرم رحيم. البحث عن تمرير الأمام، لكن يضطر الكرة إلى الخلف. ميدراندا أمام يمين ميدراندا. سامر محسن يضغط على أحمد خالد. سامر وأحمد، وفي الأخير الكرة ركنية، ركلة مرمى. نعم ركلة مرمى. سامسون إلى حبيب محمد. قطعة رأسية، عادت مجددا. يحاول فريق النفط. سامهين في وسط الملعب، تألق سامهين مع كربلاء، كان متميز مع نادي كربلاء الذي ينشط في دور الدرجة الممتازة في المركز الرابع خلف الجولان وغاز الشمال والحدود. كرار رزاق يحاول. سامهين تلعب الكرة، ستار ياسين، تمريرة لكرار وحسام كاظم الابعاد، وهناك راية وتسلل على كرار رزاق. نعم راية وتسلل حسب إشارة الحكم بالسلامة لحسام كاظم الذي يعاني من الإصابة. تلعب الكرة روبرت بورا ميدراندا، كرة طويلة من ميدراندا لكن بعيدة تماما إلى الخارج، ركلة مرمى.
نتكلم عن دخولنا في الدقيقة ال15 والمباراة لغاية الآن سلبية، لا وجود لذلك الأداء الكبير بين الفريقين، يعني ذات طابع تكتيكي، بالنسبة للفريقين. أكيد تكلم عن مباراة مهمة ومهمة جدا للابتعاد أكثر عن مناطق الهبوط. فريق النجف الذي يحاول تحسين وضعه، لكن صعب جدا. لكن أيضا المنافسة على الابتعاد عن المركز ال18 بالسلامة لعلاء الدين الدالي. الكرة المشتركة الأخيرة هنا بين علاء الدين الدالي وسامسون دار النيجيري، ما بين النيجير والسوري. وهنا أيضا اللقطة ما بين سامهين وكرم رحيم. تنافس كبير للابتعاد عن المركز ال18 الذي فيه نفط ميسان برصيد 26 نقطة. المركز ال17 أمانة بغداد 28 نقطة. الكهرباء المركز السادس 30 نقطة. الميناء المركز ال15 31 نقطة. الموصل الرابع 10 36 نقطة. والغراف ال13 36 نقطة. ودهوك ال12 37 نقطة. والنفط ال11 ب37 نقطة. يعني نتكلم عن تنافس كبير. نعم وضع الفريقين مريح نوعا ما، لكن أيضا هناك نتكلم عن 9 جولات وكل شيء ممكن أن يحدث. سايمون ألكسندر على لعب الكرة، يطلب من ليث فرحان، يطلب من وليد كريم الرجوع إلى الخلف من أجل لعب الكرة الثابتة. هذا ليث فرحان حكم هذا اللقاء. خطأ لا لمصلحة نادي الموصل. سايمون ألكسندر يلعب الكرة العالية، هنا الخطيرة. معين أحمد أطاح بالكرة بعيدا عن مرمى فريق النفط، لكن سايمون ألكسندر الذي لعب الكرة بصورة جميلة، وعادل نعم أكيد غير راضي عن التنظيم الدفاعي في الكرة الأخيرة التي أهدرها معين أحمد. شاهد لا وجود للتسلل، لكن معين أحمد لم يتعامل مع الكرة بالصورة الصحيحة ولعبها بعيدا تماما إلى الخارج إلى ركلة مرمى. زال فريق الموصل يشكل أفضلية على مستوى الوصول إلى منطقة الجزاء وإلى مرمى فريق النفط، لكن ليست بتلك الخطورة الكبيرة. مصدر الخطورة هذا الشخص الذي كان ظاهرا على الشاشة، علاء الدين الدالي هداف فريق الموصل، هو مصدر الخطورة. هنا أحمد خالد يلعب الكرة العالية، ستار ياسين براسة، سامر محسن إلى معين أحمد يحاول، لكن قطعت من سامهين. عادت إلى كرار رزاق الذي يبحث عن التمرير، مررها لا حبيب إلى أحمد، والتمريرات أحمد خالد يقف على الكرة إلى علي ماجد. تمريرات لمصلحة نادي النفط، بحثا عن الاستحواذ، بحثا عن صناعة الهجمة بصورة مركزة. قطعت الكرة، عادت من جديد الكرة العالية رأسية من سيدريك نجا. هنا تمريرة لسايمون إلى معين يحاول، وهناك خطأ لمصلحة فريق الموصل لمعين أحمد بعد الكرة الأخيرة المشتركة ما بين هنا كرار رزاق ومعين أحمد. بالسلامة لمعين أحمد يسقط على أرضية الملعب. هنا شاهد اللقطة والاحتكاك الذي كان موجود ما بين كرار ومعين. تلعب الكرة الآن حسام كاظم، الكرة العالية يحاول معين أحمد مجددا إلى أكرم رحيم. هذه المرة تصويبة قوية وصعبة على حيدر جمال، لكن مسك الكرة على دفعتين. تصويبة أخرى من خارج منطقة الجزاء، يحاولون مغالطة حيدر جمال، والمتابعة الهجومية لم تكن موجودة لغاية الآن. فريق النفط لم يشكل الخطورة. هنا تلعب الكرة العالية، وصلت الآن إلى عمار عدى يحاول صعب المرور أمام غابة من السيقان، والكرة اصطدت بأحمد خالد إلى الخارج. ركلة مرمى
ركلة مرمى لمصلحة فريق الموصل. لكن تصويبة أكرم رحيم ممتازة ممتازة، جانب من الحضور. الأرض الافتراضية لنادي الموصل اختار ملعب الفيحاء، هناك في البصرة الفيحاء. تلعب الكرة، كرة طويلة وصلت للدالي، علاء الدالي يلعبها، اصطدمت به سامسون والى الخارج. رمية جانبية، رمية جانبية. تلعب الكرة، يحاول أمامية، وصلت إلى سدرك متسلل، سدرك متسلل، وضربة حرة. دائما ما يتقدم للأمام سدرك نيغال الكاميروني، مدافع مهم لفريق الموصل سواء على المستوى الدفاعي أو على المستوى الهجومي. شاهد اللقطة، التسلل ليس على سدرك وإنما على الدين الدالي الذي كان متداخلا باللقطة. نعم كان متداخل باللقطة، وبالتالي احتسب التسلل. 21 دقيقة والتعادل السلبي لغاية الآن. حيدر جمال يلعب الكرة الطويلة، راسيو الابعاد، كرار رزاق. تلعب الكرة الآن، كرة الخطيرة والمحاولة، وليد كريم لمس الكرة باليد، لمس الكرة باليد. محاولة كانت لمصلحة نادي النفط، وصلوا إلى منطقة جزاء فريق الموصل، لكن وليد كريم، هنا شاهد اللقطة، روبرت باور أبعد الكرة ولمست ستار ياسين، ومن ثم لمس الكرة باليد عن طريق وليد كريم. هنا التمريرة قطعت، عادت علي ماجد، يحاول يضغط على الدالي، على حيدر جمال أو على علي، طبعا نعم على حيدر جمال، ضغط على الدين الدالي. هنا الرأسية من أكرم رحيم، هنا المحاولة، يضغط سمسون داري، حذار يا داري، حذار يا داري من هكذا لقطات. أحمد خالد تلعب الكرة طويلة، أقرب لعلي كاظم، روبرت باور، روبرت يلعب الكرة لعلي كاظم مجددا، روبرت باور يضغط وليد كريم على الألماني يلعب الكرة، قطعت في وسط الملعب لمصلحة نادي النفط. النفط يحاول عن طريق لاعب النيجر موتاري أمادو، حبيب محمد سامسون يضغط عمر بشيرو، لكن الابعاد من الحارس حيدر جمال. نعم كان ضغط بقوة عمر بشيرو على حيدر جمال. هنا التمريرة، عمر بشيرو تمريرة لسامر محسن، وهناك خطأ على نعم مشارف منطقة الجزاء على أحمد خالد في اللقطة الأخيرة، وسامر محسن يطلب البطاقة الصفراء. هنا شاهد اللقطة، نعم المسك موجود يا أحمد خالد، المسك موجود يا أحمد خالد، ومن حسن حظك لم تشهر البطاقة الصفراء، لأن هناك كان سحب واضح تماما في هذه اللقطة. ما زال يتكلم أحمد خالد مع الحكم. عادل نعمة وأيضا سعد عبد الحميد. ميدراندا الواضح على الصورة كان، وهنا وليد كريم والأيث فرحان والكلام والنقاشات. خلاص الحكم احتسب الخطأ ولا داعي للنقاش. أنا شاهد اللقطة،
نعم السحب موجود، المسك والسحب موجود. عصبية واضحة، وخطأ الآن لمصلحة نادي الموصل. الدقيقة 25، يعني المباراة تحتاج إلى هدف، تحتاج إلى هدف من أجل طبعا من أجل أن تكون مباراة قوية، أن تكون مباراة ذات طابع تنافسي أكثر. من نتيجة التعادل السلبي هي النتيجة الأسوأ في عالم كرة القدم. خطأ الآن لمصلحة نادي الموصل. هل تأتي الأهداف عن طريق الكرات الثابتة؟ هل نشاهد الهدف الأول عن طريق هذه الكرة؟ جدار بشري من 5 لاعبين من نادي النفط. من سوف يصوب لمصلحة نادي الموصل؟ هل الكولومبي ميدراندا اللاعب الأشول أم حسام كاظم؟ لا، ميدراندا على التصويب، ميدراندا الكولومبي. لكن أيضا هناك صافر من حكم اللقاء، والمطالبة ليث فرحان يطالب من لاعبين نادي النفط العودة للخلف. جوستن ميدراندا يلعب الكرة بعيدة وإلى الخارج. نعم، يعني المباراة توقفت ما يقارب الدقيقتين أو دقيقتين والنصف بسبب هذه الركلة، وفي الأخير ميدراندا يلعبها بعيدة تماما إلى الخارج. ركلة مرمى لمصلحة نادي النفط. شاهد بعيدة تماما. ركلة مرمى حيدر جمال، على لعب ركلة المرمى. حيدر يلعب الكرة العالية الطويلة، هنا رأسية من سيدريك ناجا، بعد من سامسون من جديد. وهناك خطأ على اللاعب سايمون الكسندر امين، طبعا سويدي، منتقل من الدوري السويدي، منتقل من نادي اوربرو السويدي. شاهد هنا اللقطة والخطأ على اللاعب سايمون الكسندر امين. علي ماجد لاعب خط الوسط، سبق وان مثل المنتخب الاولمبي. يعطي قبلة للحكم المساعد الاول. سامسون على لعب الخطأ. لغاية الآن المباراة هادئة، لا وجود فيها للفرص المحققة للتسجيل. يعني شاهدنا تصويبات لفريق الموصل من خارج منطقة الجزاء، لكن لم تكن بتلك التصويبات الخطيرة. هنا خطأ. المباراة دائما ما تتوقف بالأخطاء، وأيضا اللاعبين يسقطون على أرضية الملعب. السلام لسيدريك ناجا. بعد اللقطة الأخيرة الألماني يتكلم مع الكاميروني، هو سيدريك ناجا. شاهد اللقطة. وليد كريم، والخطأ على وليد كريم. كرة الآن ميدراندا، مصلحة نادي الموصل، أمامية على دين الدالي. استلام للكرة، محطة جميلة على دين الدالي، يحاول أن يضغط على الكرة، وافتكت من عمار تمريرة إلى وليد. هنا المرور من أمادو، لكن ميدراندا الكولومبي. هجمة كانت سريعة، لكن ميدراندا الكولومبي يوقف هذه الهجمة من أمام هذا اللاعب جمهورية النيجر أمادو موتاري. شاهد كيف حافظ على كرته. فارق القوة، فارق البنية الجسمانية ما بين اللاعبين واضحة تماما لمصلحة الكولومبي ميدراندا. علي كاظم، علي يلعب الكرة العالية الطويلة، هنا الرأسية. سايمون عادت مجددا. أكرم رحيم، ابعاد من حبيب. هنا الرأسيات بين لاعبي الفريقين. هنا وليد
وليد، تمريرة من وليد لكن قطعت، عادت لمصلحة نادي الموصل. ميدراندا يضغط وليد كريم على ميدراندا. حسام يحاول وهناك خطأ لمصلحة حسام كاظم. شاهد اللقطة والكرة المشتركة ما بين أماد موتاري وحسام كاظم. والقوي كان من موتاري على حسام كاظم. السلام لحسام كاظم والسلام للجميع الموجودين في ملعب الفيحاء، الأرض المفترضة لنادي الموصل في لقاء اليوم. الموصل شاهدناه اختار ملعب دهوك في مرة واختار ملعب النجف في مرة أخرى، والآن يختار ملعب الفيحاء. يعني نتمنى أن نادي الموصل في الموسم القادم نشاهده يلعب في الموصل الحبيبة في الحدباء الجميلة، هناك أمام جماهيره، أمام عشاقه التي دائما ما تتغنى بهذا الفريق الأحمر، الفريق لديه تاريخ كبير ليس فقط على مستوى كرة القدم حتى على مستوى بقية الألعاب. أكرم رحيم، قطعت، سيمون يحاول أمام عمار غالب، قطعت الكرة، سيدريك ناقاه، سيدريك يحاول المرور لكن إلى الخارج من سيدريك. رمي جانبي أحمد خالد يلعبها سريعا إلى وليد كريم من أمام الألماني، لعبها لستار، انطلق عمار، ستار ياسين إلى عمار غالب، عمار يحاول تمريرة لأحمد خالد، أحمد خالد يلعب الكرة العالية لكن حسام موجود في التغطية، معين أحمد والكرة مشتركة مع كرار رزاق. وخطأ آخر لمصلحة فريق الموصل، وهنا بطاقة صفراء أولى تظهر في اللقاء بعد مرور 31 دقيقة، والبطاقة الصفراء تظهر على كرار رزاق مدافع يمين فريق النفط الذي يدخل اليوم أساسيا. دائما منشات في جهة اليمين كرار سالم، لكن اليوم كرار رزاق. بالسلامة لمعين أحمد. خطأ لمصلحة نادي الموصل، شاهدنا اللقطة ما بين كرار ومعين أحمد. وصلت الكرة لسيدريك ناقاه، سيدريك تمريرة اصطدت وقطعت لكن عادت إلى سيدريك مجددا. هنا تمريرة، حذاري يا سيدريك، لا تلعب بالنار يا سيدريك، هكذا كرات كاللعب بالنار، وتعرف النار والمثل الإنجليزي على النار خادم جيد لكن سيد رديء. النار عندما تسيطر عليها تكون خادمة بصورة جيدة، لكن عندما لا تسيطر عليها وهي التي تسيطر عليك، لا، سيد رديء يحرق الأول والأخير. وأنت لعبت بالنار يا سيدريك ناقاه في اللقطة الماضية، يعني مررت تمريرة كان الممكن أن وليد كريم خطفها، لكن على العموم عدت. ونعرف دائما أخطاء المدافعين دائما ما تكون يعني أخطاء صعبة جدا وصعب جدا تعويضها. رمية جانبية، أحمد خالد على لعب الرمية الجانبية، قطعة الكرة، عمر بشيرو على دين الدالي. لماذا لم تعطي الادفانتج يا سيد الحكم وعلى دين الدالي؟ يعني شاهد هنا اللقطة لكن احتسب خطأ، أيضا خطأ لمصلحة معين أحمد. يعني هذا رابع خطأ لمصلحة معين أحمد خلال 33 دقيقة. خطأ آخر لمصلحة نادي الموصل. خطلان، روبرت باور الألماني على لعب الخطأ، تلعب التمريرة الأمامية أسهل، نعم سهلة جدا لمصلحة الحارس حيدر جمال. كرة الآن هناك في جهة اليمين لمصلحة نادي النفط، لكن معين أحمد قطع الكرة لا عمر بشيرو. أكرم رحيم تمرير على دين الدالي، أيضا كرات مقطوعة كثيرة
كرات مقطوعة كثيرة ما بين الفريقين. يحاول الآن أمادو إلى سامي، سامي تقدم، سامي يبحث عن سبيل التصويب لكن لم ينجح. لعب الكرة للخلف لأحمد خالد، أحمد إلى عمار، عمار من أمام سيدريك ناقة، عمار يلعب الكرة للخلف إلى سامسون، سامسون لعلي، علي يغير هناك في جهة اليمين لكرار رزاق. تلعب الكرة وتصل لعلي كاظم، علي كاظم يلعبها مباشرة سريع عليه على دين الدالي، الدالي يحاول الحق بالكرة، يلحق بالكرة بالقرب من النيجيري سامسون، علاء يبحث عن المرور، يلعب الكرة العالية باتجاه عمر بشيرو، رأسي عمر بشيرو لكن المتابعة الدفاعية من حبيب، وقطعة الكرة عادت رأسية. هنا معين، مرت على معين، مرت على معين ووصلت لحيدر جمال. كاد معين أحمد أن يسجل هدف لكن مرت عليه وتصل لهذا الحارس. ومحاولة أخرى، ومحاولة أخرى لمصلحة نادي الموصل. الاستلام لم يكن بالصورة الصحيحة من اللاعب معين أحمد. كرة الآن والابعاد من كرار رزاق، رمية جانبية، حسام كاظم، حسام يلعب الرمية الجانبية إلى معين أحمد، معين لحسام مجددا، الكرة العالية رأسية والابعاد من أحمد خالد، ستار ياسين قصيرة قطعت عادت إلى سامر محسن، سامر محسن بالقرب من سامسون داري، سامر ما زال يحتفظ بالكرة، صراع كبير وفي الأخير لعب الكرة واصطدت بسامسون وإلى الخارج، إلى الخارج. رمية جانبية، رمية جانبية، سيدريك ناقا يلعب رمية جانبية لعلاء الدين الدالي، حظ الكرة إلى سامر تركها لمعين، تصويبة من معين مرة أخرى. معين أحمد لم يتعامل مع الكرة بالصورة الصحيحة، معين أحمد الذي حاول بهذه الكرة داخل منطقة الجزاء لكن تصويبة غير جيدة بالمرة، لا أريد أن أقول سيئة لكن غير جيد. يعني معين أحمد في اللمسة الأخيرة يعاني، في مرة أولى وثانية وثالثة لم يتعامل مع الكرات بالصورة الصحيحة، والكرة للخارج. رمية جانبية تلعب من سلك نقاه باتجاه سامر محسن لكن أقرب لسامسون، سامر يحاول لكن صعب جدا، الكرة للخارج، ركلة مرمى. شاهد الصراع ما بين الثنائي سامر محسن وسامسون، ركلة مرمى، تلعب من حيدر جمال، الكرة العالية في وسط الملعب رأسية من وليد كريم باتجاه مادة موتاري، وخطأ آخر لمعين أحمد، معين أحمد الخطأ الخامس لمصلحة معين أحمد، الخطأ الخامس لمصلحة معين أحمد. هذه المرة على سامي، هذا هو معين أحمد يتأكد هل تستحق العودة للفار اللقطة. لا وجود لشيء، نعم لقطة لا تستحق. كرة العالية من سيدريك ناقاه رأسية لكن بعيدة تماما. كرة الآن
ركلة مرمى أخرى. شاهد هنا اللقطة ما بين عمار غالب وسدرك ناقاه. شاهد لا وجود لشيء، لكن يريد أن يتأكد من اللقطة. ركلة مرمى أخرى. 40 دقيقة أحبتي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، والتعادل السلبي لغاية الآن ما بين الموصل والنفط في اليوم الثاني من الجولة 30 طبعا دوري نجوم العراق. اليوم الثاني من هذه الجولة 5 مباريات، وتختتم يوم غد إن شاء الله ب4 مباريات. تلعب الكرة وليد كريم لستار ياسين، يلعب الكرة العرضية لكن مرت على مادة موتاري. حسام كاظم يلعب الكرة إلى معين أحمد، يحاول معين، وماذا هناك طبعا يعني عدم تفاهم ما بين اللاعبين. ستار ياسين إلى أمادو يحاول المرور، أمادو ما زال يحتفظ الكرة، يلعبها لعمار غالب، عمار بالقرب من سدرك، عادت إلى ستار، إلى أمادو، إلى ستار، لكن سدرك موجود. سدرك نقى قطع الكرة والإبعاد، إبعاد الكرة، والكرة الآن يحاول سامهين من أمام سامر محسن، لكن سامر ينجح. إلى الدالي إلى عمر باشيرو، تدرج بالكرة من اليمين إلى اليسار. يحاول الآن حسام كاظم إلى معين أحمد، لكن تدخل قوي جدا من حبيب محمد الغاني، وابعاد الكرة إلى رمية جانبية لمصلحة نادي الموصل. هل هناك هدف في الدقائق القليلة المتبقية؟ طبعا عطفا على أداء الفريقين صعب جدا أن نشاهد هدف، لكن تبقى كرة القدم أم المفاجآت. أكرم رحيم إلى ميدراندا، يضغط وليد كريم، لكن ميدراندا يلعبها لروبرت باور، إلى الألماني. روبرت باور تمريرة، يحاول ستار ياسين البحث عن الهجوم المرتد السريع، تمريرة لكن قطعت. الكرة إلى الخارج، رمية جانبية. معين أحمد الذي حاول في أكثر من كرة، في أكثر من هجمة، في أكثر من فرصة، لكن لم ينجح بالتعامل بالصورة الصحيحة. حبيب إلى كرار رزاق، صعب جدا أن نشاهد أهداف في ظل هذا الأداء. عمر باشيرو، وخطأ. كثيرة هي الأخطاء التي كانت في الشوط الأول. المباراة توقفت في أكثر من مرة. حبيب محمد أمامية من حبيب، أقرب لها ميدراندا، يتركها للحارس علي كاظم. روبرت باور، هل هناك خطأ على وليد كريم؟ السلام لميدراندا. هنا الكرة المشتركة التي كانت ما بين وليد كريم وميدراندا. نعم هنا اللقطة، نعم كان هناك احتكاك ما بين وليد كريم وميدراندا الكولومبي، الوضع على الصورة. روبرت باور إلى عمر باشيرو، تمريرة من سيمون ألكسندر، لكن قطعت من أحمد خالد، عادت مجددا لمصلحة نادي الموصل. عمر باشيرو إلى سامر محسن إلى عمر باشيرو يلعب هناك باتجاه حسام كاظم، المنطلق من جهة اليسار. حسام كاظم إلى معين أحمد إلى حسام، طويلة على حسام وإلى الخارج. رمية جانبية لمصلحة نادي النفط.
كرار رزاق، من جانبية أخرى تلعب الكرة سامهين بالخطأ، وصلت لفريق الموصل. أكرم رحيم، روبرت باور أمامية من الألماني باتجاه علاء الدين الدالي، لمسة جميلة إلى حسام كاظم، يلعبها لسامر، سامر يحاول، وهناك خطأ لمصلحة نادي الموصل في الثواني الأخيرة من الشوط الأول. خلاص 45 دقيقة 45 دقيقة 45 دقيقة انتهت من عمر الشوط الأول. كم سوف يضيف الحكم ليث فرحان؟ هنا الخطأ الآن في الوقت المضاف على أحداث الشوط الأول، الوقت بدل عن الضائع. كم سوف يضيف الحكم ليث فرحان؟ خطأ الآن لمصلحة نادي الموصل. من سوف يصوب، الألماني أم السويدي أم الكولومبي أم العراقي أم السوري؟ تكلم عن لاعبي نادي الموصل. وليد كريم يوجه بالحارس، يوجه باللاعبين. الكابتن يعرف خطورة هذه الكرة. هل علاء الدين الدالي شاهد الملامح، لاعبي نادي النفط يعرفون تماما خطورة هذه الكرة. ونلعب في الوقت المضاف دقيقتان فقط. علاء الدين الدالي يلعب الكرة، علاء الدين الدالي، لكن حيدر جمال أبعدها بطريقة جميلة من حيدر جمال. تصويبة علاء الدين الدالي الذي كادت أن تعلن عن أول أهداف، لكن هذا الحيدر أبعدها ببراعة. ركنية الآن، علاء الدين يلعب الكرة العالية الطويلة باتجاه روبرت باور، بعيدة تماما على الألماني إلى الخارج، ركلة مرمى. أخطر كرة بالمباراة لغاية الآن أتت في الدقيقة الثانية من الوقت المضاف. شاهد كيف أبعدها حيدر جمال باليد العكسية أبعدها حيدر جمال بطريقة جميلة جدا، وابعاد الكرة إلى ركلة ركنية. الموصل كان أفضل نوعا ما، لكن ينهي الحكم ليث فرحان أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي ما بين الفريقين. أحبتي المشاهدين، استراحة قصيرة ونعود إليكم مجددا، لا تذهبوا بعيدا. يلعب على عبد الأمير المتقدم، على عبد الأمير يلعب الكرة العالية، ثقان يبحث عن الرأسية والابعاد من علي خالد، المتابعة من علاء سعد، على تصويبه، جول على سعد، يجلب السعد لفريق نفط ميسان، لفرسان المملكة، لأبناء العمارة، بعد استلام ومتابعة الكرة والإبعاد الذي لم يكن بشكل مثالي من الحارس علي خالد، وعلى سعد صوب بقوة ليسجل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 56. شاهدنا الخروج من علي خالد، وكانت هناك مضايقة ومزاحمة من فقار، وعلى سعد استلم الكرة
وسدد بقوة، كانت صعبة جدا على علي خالد. شاهد علو، الله يا علاء على هذه التصويبة، تصويبة قوية جدا في سقف المرمى. هنا الكرة المشتركة الأخيرة، هل هناك عودة للفار؟ شاهد نعم، في سقف المرمى من علاء السعد، من هذا الأشول، من هذا اليساري، صاحب التسديدات القوية والقوية جدا. علاء السعد يجلب السعد ويتقدم، ما زالت مع السنغالي إلى نسيم صيود. خلاص ابن تونس، النصر التونسي يأتي بالهدف الثاني لفرسان المملكة. النصر التونسي يطير هنا في العاصمة بغداد. النصر التونسي يسجل الهدف الثاني القاتل. شاهد داوودة كيف حافظ على الكرة، وتمريرة جميلة، هل كان متسلل أم لا؟ لكن هنا الهدف الجميل في الزاوية الصعبة على علي خالد. شاهد كيف لعبها بالزاوية الصعبة من نسيم صيود، يضع كرة الهدف الثاني. وهنا نسيم صيود له للعمارة معلميه للعمارة على الدبكة الجميلة، دبكة للعمارة الجميلة، ونسيم صيود على طريقة أهل العمارة يحتفل بهذا الهدف الثاني. وهنا شاهد حسرتني هذا محمد، واحمد كاظم يطلب من مصطفى محمد الرجوع، تلعب من احمد عايد. هنا الراسية، جول ياسر ناجي يسجل الهدف الأول. يقلص النتيجة. احذروا الكهرباء بعد الدقيقة 90. سابع هدف لنادي الكهرباء بعد الدقيقة 90، أو الهدف الثامن، نعم الهدف الثامن لنادي الكهرباء بعد الدقيقة 90. أفضل فترة لتسجيل الأهداف بالنسبة لنادي الكهرباء وبعد الدقيقة 90، حيث سجل 7 أهداف، وهذا هو الهدف الثامن عن طريق ياسر ناجي الذي يقلص النتيجة. هل هناك عودة للكهرباء؟ أمير يلعب الرمية الجانبية، محاولة الإبعاد، أحمد عبد الرضا، دخلنا الدقيقة الثالثة. علي خالد ماذا تفعل؟ جول، هدف قاتل. فريق نفط ميسان يسجل هدف قاتل في الدقيقة 13 بعد الدقيقة 90. فريق نفط ميسان أيضا يسجل بعد الدقيقة 90، يسجل هدفه الرابع في هذا الوقت بعد الدقيقة 90. أحمد عبد الرضا بعد غياب طويل من المشاركة يدخل ويسجل هدف بطريقة فيها الكثير والكثير من الاستغراب والاستفهام من حارس المرمى علي خالد الذي يبعد كرات خطيرة لكن يفشل بمسك الكرة. عبد الله الى الامام، نقلها المنتظر عبد الامير، منتظر حاول، منتظر والمرور والتوغل والدخول والمحاولة والتمرير والهدف الاول لأمانة بغداد. هدف اول لأسود العاصمة بانطلاقة وبمجهود فردي من منتظر عبد الامير، يخترق وينطلق، لا يريد ان يبتعد كثيرا عن التسجيل او الصناعة. نعم، حضر وسجل في المباراة الماضية وبثنائية من خلالها ارتقى بالفريق وانتصر، والآن يمر ويخترق ويصنع ويمرر. برو فلافيو الأنغولي يحتفل نعم مع مواطن بيدرو آمور، وبالرقصة التقليدية الأنغولية يحتفلون وبسعادة غامرة. برو فلافيو يسجل رابع أهدافه في الدوري. سيدريك ناكا هذا هو منتظر، هذا هو المصدر، هذا هو الممرر، هذا هو المنطلق، وبمجهود كبير له 85% من الهدف، 85%
من الهدف. الانطلاق من أمام علي لطيف والمرور والاختراق والتمرير والهدف الأول لمصلحة نادي أمانة بغداد، والمرور والعبور وتسجيل أول أهداف المباراة. أمامية، محاولة عرضية، متابعة رأسية، الله الله، نسور الحدباء وبراسية دحام إبراهيم يعود بالنتيجة، يتمكن من تعديل النتيجة وبراسية رائعة على مرتين في شوط المباراة الأول. كانت مباراتهم كانوا هم الأقرب للتسجيل، ولكن تغير كبير في شوط المباراة الثاني، تراجعوا، ولكن تحدثت وقلت بأن الفريق يقترب من التعادل، يقترب من التسجيل، واقترب وسجل دحام إبراهيم على مرتين بمحاولتين من روش فونينغ. جاءت الأولى نعم أو علاء الدين الدالي بكرة وتمريرة أمامية، علاء الدين الدالي أسيست رأسية، ومن هناك دحام إبراهيم يقتلع من هناك هدف التعادل ويقتنص هدف أول لفريق نادي الموصل في هذه اللحظات بعرضية متقنة على رأس اللاعب علاء الدين الدالي، ومن هناك يودعها دحام إبراهيم بهدف التعادل. كرة اللعب خطيرة داخل منطقة الجزاء، هذه فرصة، محاولة، فرصة، جول أول يأتي في المباراة. الله 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 الله، كنت أتحدث عن جاهزية نوروز وعن أسماء نوروز. الآن يسجل أبناء سليمانية هدف أول يقص شريط الأهداف بهذه اللحظات لمصلحة نادي نوروز. جول يأتي لمصلحة أبناء سليمانية. راستوكو فريق يسجل بهذه اللحظات هدف لمصلحة نادي نوروز في الدقيقة 60 بعد ساعة مرت من عمر هذا اللقاء. هذه الكرة العرضية وراستوكو فريقه على تسديدة قوية وسكنها في شباك مرمى نادي النجف. لاحظ هذه الكرة وهنا التسديدة لراستوكو، وبكرة كانت قريبة على حارس المرمى ليسجل نادي نوروز الهدف الأول. يقص شريط الأهداف أبناء سليمانية. خطيرة لمصلحة نادي النجف، هذه كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء بالراس، هذه خطيرة، محاولة، جول. الله 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 الله، عادت الغزلان إلى صولاتها المعهودة. يسجل رضا فاضل بهذه اللحظات. الله الله الله، النجف يبحث عن هدف، جاء الهدف لنادي النجف. الله على كرة عرضية، والله على كرة جميلة. وهنا رضا فاضل يسجل، يعدل النتيجة، يدون الآن بهذه اللحظات هدف التعادل. 1-1 ولا واحد أفضل من واحد. يسجل النجف هدف التعادل. أيمن لوي بمواجهة جومان أحمد. أيمن يتقدم. عاد النجف، عادت غزلان البادية إلى صولاتها. سجل النادي النجف الهدف الثاني، جول ثاني يأتي الآن لمصلحة نادي النجف. فرحة كل جمهور النجف في المدرجات وكل من يتابع المباراة خلف الشاشات. هدف بهذه اللحظات يأتي الآن لمصلحة نادي النجف. الحارس في جهة والكرة في جهة، يسجل النجف ويقلب النتيجة. ليونيل أتيبا الأسد الكاميروني والتركيز العالي أمام الشاب الموهوب ليث ساجد. ليونيل أتيبا، الله، هدف أول للقيثارة، هدف أول للشرطة. عزفت القيثارة وصلحت الأوتار على أنغام المجد، وهدف أول من علامة الجزاء. الأخضر هنا
القيثارة هنا، وجماهير الشرطة على المدرجات تنتشر الأفراح بأقدام ليونيل أتيبا، بأقدام الكاميروني ليونيل أتيبا. شوف بيلي عادم كان قريب ليث ساجد رغم أنه تقدم بالكرة الماضية، لكن هدف سجل بالنسبة للشرطة. إذن الشرطة هدف، القرمة لا شيء. بداية قوية خضراء بأراضي أو بأرضية ملعب الجولان. هدف أول بهذه اللحظات. ما هي ردة الفعل لصقور الغربية؟ لنشاهد ما هي ردة الفعل لصقور الغربية. ليونيل أتيبا. لنشاهد الآن أيمن حسين على التنفيذ بانتظار الصافرة. أيمن حسين والقرمة، صقور الغربية. أيمن، الله 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 الله، حلقت صقور الغربية، حلقت القرمة. يقدمون واجب الضيافة للقيثارة وهدف التعادل بأقدام المونديالي. أيمن حسين يصل لهدفه التاسع هذا الموسم، ونعم هدف التعادل بهذه اللحظات. الله 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 الله، نعم أيمن حسين هو أيمن المونديالي. لم يكتفي بالتسجيل على بوليفيا، فهذا اللاعب يسجل في كل مكان وزمان. من أهدى الفرحة للملايين لن يقصر بنشر الأفراح لأهالي الأنبار. التعادل الآن داخل منطقة الجزاء. ديالا البرتقالي ممكن يفعلها فيما تبقى من ثواني. الله 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 الله، ما أروعك يا عبد فرحان. الله، الآن جمهور ديالا فرحان. أي تسديدة قوية، أي هدف جميل. الله الله على اياد عبد فرحان. يطلق صاروخ من اياد عبد فرحان، يسكنها في شباك مرمى النفط في الزاويه الصعبه جدا على حارس حسين علي الكولي. لاحظ الانطلاقه من كولي الدوباري اللي هياها الى مقتدى، اللي مر من امام اللاعب سامسون دير ومقتدى عمل ممتاز من مقتدى حسن اللي هياها لاياد عبد فرحان، اللي سدد بقوه اياد عبد فرحان ليسكنها في شباك النفط. يسجل اول اهداف اللقاء. الله على هدف جميل، الله على هدف رائع لفريق ديالا وعن طريق اياد عبد فرحان، وهو رابع اهدافه خلال هذا الموسم بعد ما سجل في مرمى اربيل، وهدفين على فريق نادي القاسم. الان ياتي ويسجل في مرمى النفط، واحد من اجمل اهداف هذه الجوله. الان اياد عبد فرحان يضع فريق نادي ديالا بهدف التقدم على نادي النفط. بينما هنا همام طارق على التنفيذ لركلة ركنية، بينما خطير. الله الله الله، مارلين الأوزبكي هز الشباك. شوبانوف يتقدم بأول أهداف المباراة بالنسبة لنادي أربيل. هولير الإمبراطور يتقدم في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول. أعزائي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم مجددا وأحداث الشوط الثاني من مباراة نادي الموصل والنفط. تركنا الشوط الأول تعادل سلبي، نتمنى أن يكون الشوط الثاني أفضل حالا. نشاهد الأهداف، نشاهد الهجمات، نشاهد أداء فني أعلى من الأداء الفني في الشوط الأول. أداء فني كان وسط أو أقل من الوسط. لم نشاهد تلك الهجمات الكثيرة أو الهجمات
طبعا التي كان يمكن أن تترجم إلى أهداف، عدا الكرة الثابتة التي حاول علاء الدين الدالي فيها تسجيل أول أهداف، لكن الإبعاد كان من الحارس حيدر جمال. الآن الشوط الثاني بانتظار صافرة الحكم ليث فرحان الذي طبعا يدير هذا اللقاء، ويساعده محمد لوي وحكم مساعد ثاني علي فاضل وحكم رابع محمد كامل، بينما حكام غرفة الفار مهند مناف وعلاء عباس. وأن انطلاقة الشوط الثاني الموصل بالأحمر والنفط بالأخضر الغامق، التعادل السلبي في اليوم الثاني من مباريات الجولة 30. 5 مباريات طبعا اليوم انطلقت مباراتان بنفس التوقيت، الموصل والنفط والشرطة والقاسم. كرة الآن علي ماجد يلعب الكرة باتجاه ستار ياسين، صعب على ستار ياسين والكرة إلى الخارج. طبعا تشكيلة نادي الموصل: علي كاظم حراسة المرمى، سيدريك ناجا، ميدراندا، جوستن، روبرت باور، حسام كاظم، أكرم رحيم، سايمون، ألكسندر أمير، عمر بشيرو، سامر محسن، معين أحمد، علاء الدين الدالي. بينما تشكيلة نادي النفط: حراسة المرمى حيدر جمال، كرار رزاق، سامسون دير، حيدر جمال، حبيب محمد، أحمد خالد، ساميين، علي ماجد، ستار ياسين، عمار غالب، موتاريا مادو، والمهاجم والكابتن وليد كريم. لا وجود للتغييرات بين طبعا لا عادل نعمة غير ولا هيثم الشبول غير. مباراة تكلم عن مباراة ال6 نقاط، يعني الفريق الذي يفوز بهذا اللقاء يضمن بنسبة كبيرة عدم الهبوط وأيضا عدم لعب الملحق. لكن الأمور ما زالت صعبة جدا، تنافس كبير ما بين الفرق، وخاصة أتكلم عن الموصل والنفط. الفريقان يبحثان عن ال3 نقاط، كون الفارق النقطي ما بينهم نتكلم عن فارق نقطة واحدة. يعني الموصل في المركز 14 برصيد 36 نقطة، النفط المركز 11 برصيد 37 نقطة. يعني الفارق نقطة واحدة ما بين الفريقين، لكن على مستوى المراكز الفارق 3 مراكز. حسام كاظم لم يسيطر على الكرة للخارج، إلى الخارج، رمية جانبية لمصلحة نادي النفط. هذا هو حسام كاظم الكابتن، يحاول السلامة لوليد كريم. الكرة الأخيرة المشتركة، شاهد هنا اللقطة ما بين ميدراندا ووليد كريم. كرة الآن سيدريك يحاول يضغط عليه أحمد خالد، سيدريك يحاول المرور وركنية لمصلحة نادي الموصل. ركنية الآن. الكرات الثابتة هل تكون إحدى الحلول من أجل رؤية الأهداف؟ ركنية الآن. سايمون تلعب الركنية قصيرة، أبعدت من عمار غالب. مجدد إعادة مصلحة فريق الموصل. هنا التمريرة، كرة العالية من أكرم رحيم باتجاه سامر محسن، لكن بعيدة وإلى الخارج، بعيدة وإلى الخارج. رمية جانبية لعبت سريعا، ستار ياسين يحاول، ستار، والكرة الآن لأمادو، أمادو يحاول لكن لم يستطيع.
سيطر على الكرة وذهبت إلى الخارج. إلى الخارج، رمية جانبية. 5 دقائق مرت أحبة المشاهدين. إلى علاء الدين الدالي. علاء الدين الدالي، وهناك خطأ على علي ماجد، وبطاقة صفراء. بطاقة صفراء على علي ماجد بعد الكرة المشتركة الأخيرة مع علاء الدين الدالي. يعرفون خطورة علاء الدين الدالي. كرة الآن، شاهد اللقطة ما بين علي ماجد وعلاء الدين الدالي، وخطأ واضح. نعم، بطاقة صفراء مستحقة. خطأ الآن لمصلحة نادي الموصل. علاء الدين الدالي على لعب الكرة. علاء الدين، شاهدنا الكرة الثابتة الخطيرة اللي كانت في نهاية الشوط الأول. هل ينجح نادي الموصل؟ هل ينجح نادي الموصل بتسجيل أول أهداف عن طريق الكرات الثابتة، أم تبقى دفاعات النفط قوية وخلفهم حارس مرمى ميدراندا يلعب الكرة العالية وسهلة سهلة لدى حيدر جمال. تلعب الكرة طويلة سهلة للحارس علي كاظم. علي كاظم يلعب الكرة العالية. وصلت إلى أمادو. يحاول قطعة الكرة. في وسط الملعب سامي هين إلى كرار رزاق. يحاول، وهناك خطأ. هنا اللقطة وسهلة. تمرير الآن لعلاء الدين الدالي. يحاول الدالي، لكن حبيب محمد أبعد الكرة من أمام الدالي إلى ركلة ركنية الآن لمصلحة نادي الموصل يبدأ بالضغط على فريق النفط من أجل تسجيل أول أهداف، يتحصل على الكرات الثابتة، أخطاء أو ركلات ركنية. علاء الدين الدالي يلعب الركلة الركنية عالية باتجاه القائم الثاني من الرأسية. يا الله يا كرار يا رزاق، يا الله يا كرار يا رزاق، من أين خرجت؟ كيف أبعدت هذه الكرة؟ أي كرة خطيرة لمصلحة الموصل، كرة خطيرة جدا لمصلحة ابناء الحدباء، لكن كرار رزاق أبعدها من على خط المرمى. وركنية أخرى يضغط الموصل الآن بحثا عن أول أهداف اللقاء. هل ينجح عن طريق الكرات الثابتة؟ هنا الرأسية والإبعاد هذه المرة من المدافعين. هل يصوب ميدراندا؟ أي تصويبة ضعيفة جدا. الهجوم المرتد، لكن يخطأ وليد كريم. عادت مجددا الدالي، يحاول الدالي لكن بعيدة وإلى الخارج، وعلى ما يبدو هناك راية وتسلل. نعم، راية وتسلل على الدالي. العاد من الخلف، العاد من مصيدة التسلل. لكن نعم هنا الكرة الخطيرة سدرك ورأسية كانت من أكرم رحيم، ما بعدها كرار رزاق يحاول كرار يلعبها لعلي ماجد. كرة الأمامية تلعب عالية. ستار ياسين إلى معين قطعت من سامي هين.
حسام كاظم يضغط لاعبي نادي النفط، لكن ممتاز من لاعبي نادي الموصل. خروج بالكرة، عادت الكرة وقطعت من مصلحة فريق النفط. النفط يحاول لا وجود للخطأ، الحكم قريب جدا. هنا التمريرة الأمامية باتجاه الدالي، لكن سامسون قاطع الكرة. علي ماجد لكرار رزاق، وكرار رزاق يلعب الكرة إلى الخارج لكونه وليد كريم ساقط على أرضية الملعب. بالسلامة لوليد كريم، يعاني من إصابة. هنا اللقطة والخطأ لمصلحة وليد كريم. السلامة لوليد كريم وجميع الموجودين في ملعب الفيحاء الذي يستضيف هذا اللقاء كأرض مفترض لنادي الموصل. وليد كريم يعترض، يقول ماذا هناك؟ بطاقة صفراء. بطاقة صفراء على عادل نعمة. بطاقة صفراء على عادل نعمة مدرب نادي النفط بعد الاعتراض على اللقطة الأخيرة. المطالبة كانت بخطأ، لكن ليث فرحان يقول لا وجود للخطأ. رمي جانبي الآن لعبت بروح رياضية من لاعبي نادي الموصل لمصلحة لاعبي نادي النفط. أكيد يجب أن تكون الروح الرياضية موجودة ما بين الفريقين. كرار رزاق على لعب الرمي الجانبية، كرار لعب الرمي الجانبية. هنا الرأسية أقرب لها مدرندا، تمريرة وصلت لحسام، حسام وقطعت الكرة، الكرة خرجت، قطعت من سامي هين الخارج. رمية جانبية. يعني هكذا مباريات صعب جدا أن تشاهد فيها أهداف، كون الطابع التكتيكي طاغي على أداء الفريقين. يعني من الممكن أن نشاهد هدف واحد، يعني هكذا مباريات تسمى بمباريات الهدف الواحد. إن كتب لنا هذا الهدف تبقى هي كتوقعات، تبقى يعني الأمور بيد الفريقين من أجل تقديم مستوى أعلى من هذا المستوى الذي شاهدناه. صراحة ليس المستوى المرجو من الفريقين، توقعنا أن تكون المباراة أعلى فنيا، لكن نعرف النقاط مهمة جدا والفريقين قريبان على مناطق الهبوط. وهنا المحاولة لا وجود للخطأ، الحكم قريب جدا يقول لا وجود لشيء، يأمر بالاستمرارية. حبيب محمد، سمسن داري، قلبي الدفاع لنادي النفط، نيجيري وغاني. عمار غالب، وبعد الكرة للخارج، لا رمية جانبية من أجل إسعاف علاء الدين الدالي، لكن ينهض علاء الدين الدالي. طبعا نادي الموصل عندما وصل إلى دور نجوم العراق في هذا الموسم بعدما قدم موسم استثنائي في دور الدرجة الممتازة ونجح بالفوز بلقب الدوري، يعني شاهدنا إضافة كبيرة نادي الموصل، يعني على مستوى الجماهيري، على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي. يعني شاهدنا بعض المصممين، بعض المصورين، بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي يساندون النادي، الجماهير تساند بقوة، وبالتالي إضافة كبيرة لدورينا. نتمنى أن نشاهد هذه الأندية، أندية المحافظات، تتواجد في دورينا. خطأ الآن لمصلحة نادي الموصل. ليث فرحان حكم هذا اللقاء ما زال يقود المباراة بطريقة ممتازة بقيادة متميزة. ميدرندا إلى معين، قطعة الكرة عادت إلى أمادو موتاري إلى كرار، لكن قطعت من حسام. الدالي، هل يصوب الدالي؟ توقعت أن يصوب هذا اللاعب، واضح تماما هناك تعليمات من هيثم الشبول، التصويب من خارج منطقة الجزاء. نشاهد هذه التصويبة الخامسة للاعبي
فريق الموصل لغاية الآن، وكرة خطيرة كانت قريبة جدا من العارضة، الكرة قريبة جدا من العارضة. حيدر جمال يعاني من إصابة، وشاهد النقاش ما بين عادل نعمة وإبراهيم عبد نادر الأسمراني. الله على أيامك يا إبراهيم عبد نادر، اللاعب الأسمراني لاعب خط الوسط. بالسلامة لحيدر جمال. 60 دقيقة مرت أحبة المشاهدين، والتعادل السلبي لغاية الآن، التعادل السلبي لغاية الآن. ماذا هناك؟ هل هناك بطاقة صفراء؟ هل هناك بطاقة صفراء؟ بالسلامة حيدر جمال، هل يستطيع؟ هل يستطيع إكمال اللقاء؟ ماذا هناك؟ بطاقة صفراء على حيدر جمال. ركلة مرمى الآن. تلعب عالية وطويلة من حيدر جمال تجاه ستار ياسين، وهناك خطأ لمصلحة ستار ياسين، خطأ على سايمون، خطأ على سايمون. شاهد الكرة الأخيرة، خطأ على مصلحة نادي النفط. الخطأ أخذ وقتا طويلا. حيدر جمال السلام للحارس. يعاني من إصابة حيدر جمال. لما يبدو يعاني من شد عضلي في عضلة الجولف اللي يستطيع إكمال اللقاء. خطر على مصلحة نادي النفط. يحاول، وهنا تبديل، خروج معين أحمد ودخول دحام إبراهيم بديلا لمعين أحمد. كرة الآن علي ماجد على لعب الكرة العالية داخل منطقة الجزاء، مرت وعدت إلى الخارج، إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي الموصل. شاهد الكرة وعدت على الجميع، ويحاول الآن فريق الموصل رمية جانبية لحسام كاظم على لعب الرمية الجانبية. تلعب، قطعت الكرة، عادت مجددا، محاولة هنا الإبعاد، تشتيت الكرات ما بين لاعبي الفريقين، الكرة الغير مستقرة، هنا التمرير، يضغط وليد كريم على مدرندا، لكن رأسية والإبعاد. تبديلين لمصلحة فريق النفط.
تبديلين لمصلحة فريق النفط. خروج عمار غالب وستار ياسين. ودخول اللاعب محمد عدنان، وأيضا اللاعب محمد المرمور. هنا المحاولة لكن مرت محاولات من هنا ومن هناك، لكن ليس بتلك المحاولات التي من الممكن أن تشكل الخطورة. تصويبة أحمد خالد لكن مرت وعدت. محمد المرمور اللاعب السوري الذي يدخل الآن يعني بحثا عن إعطاء نفس من الناحية الهجومية عادل نعمة من خلال هذه التغييرات، بحثا عن خطف المباراة، بحثا عن هدف. هل هناك هدف في هذا اللقاء الذي ما زال سلبي النتيجة؟ تلعب رمية جانبية رأسية من حسام، والمحاولة يحاول وليد كريم يضغط حسام، قطعت الكرة بحثا عن سامر محسن، والكرة لمست وليد كريم إلى الخارج. رمية جانبية سامر محسن الذي ينتقل إلى جهة اليسار بعد خروج معين أحمد. رمية جانبية حسام كاظم يأخذ وقته بالكامل قبل لعب الكرة. تلعب الكرة تجاه الدالي يحاول والإبعاد من علي ماجد. وليد كريم تحضير الكرة ولعب طبعا في وسط الملعب، يضغط أكرم رحيم، وصلت إلى آمادو لم ينجح بالسيطرة على الكرة وإلى الخارج. هذا آمادو متاري، آمادو الذي حاول بالكرة الأخيرة، لكن رمية جانبية لعبت من حسام. أيضا رمية جانبية أخرى، أيضا رمية جانبية أخرى. يحاول فريق طبعا، لكن أيضا هناك خطأ، أخطاء كثيرة في هذا اللقاء على الفريقين. نعم يعني شاهدنا في بداية هذا الشوط حاول فريق الموصل لكن أيضا لم ينجح. فريق النفط لم نشاهده هجوميا، يعني دائما المحاولات لم تكن بتلك المحاولات الكبيرة بالفرص المحققة للتسجيل. نعم هناك محاولات لكن لم ترتقي إلى التسجيل. تلعب الكرة أمامية من روبرت باور باتجاه علاء الدين الدالي، يحاول أمامية، تمريرة قطعت من كرار رزاق، يحاول أنا مادو إلى علي ماجد يحاول بالكرة، قطعت عادت لمصلحة فريق الموصل. سايمون يلعب الكرة لكن بعيدة تماما إلى الخارج. يعني الكرات محصورة في وسط الملعب، لا وجود الكرات التي قريبة من منطقة الجزاء. نعم هناك محاولات لكن خجولة. هيثم الشبول يوجه، على الطرف الآخر أيضا عادل نعمة يوجه. نعرف الأهداف هو ملح كرة القدم. كرة قطعت، يعني شاهد يعني أي فريق لا يستطيع الاحتفاظ بالكرة، يعني 3 و4 نقلات تقطع مباشرة. وهنا بطاقة صفراء على عمر بشيرو اللاعب الغاني المحترف في صفوف نادي الموصل بعد الكرة المشتركة مع علي ماجد. ونشاهد اللقطة والحكم يعطي البطاقة الصفراء، هي الأولى على فريق الموصل. السلامة لعلي ماجد، هذا هو عمر بشيرو. علي
ماجد على لعب الخطأ. لعب الكرة العالية. علي دفاع متقدم من فريق الموصل بهذه الكرة، بهذه الكرة الثابتة. علي ماجد يلعب الكرة لكرار رزاق. كرار رزاق يلعب الكرة لكن سهلة لدى علي كاظم، لدى الحارس علي كاظم، سهلة بأحضان علي كاظم. 70 دقيقة أحبتي المشاهدين مرت، متبقي 20 دقيقة على نهاية أحداث هذا اللقاء والتعادل السلبي لغاية الآن. رأسية حسام كاظم أقرب، يضغط أمادو والكرة إلى الخارج، إلى الخارج. رمية جانبية، رمية جانبية لمصلحة نادي النفط. كرار رزاق. هذا اليوم الكرات كثيرة جدا هي خارج الملعب، أما ركلة مرمى أو رمية جانبية. وليد كريم بلمسة إلى سامي هين بعيدة إلى الخارج. يعني تكلم لعب الرمية الجانبية لوليد، وليد لسامي هين، سامي هين لعب الكرة إلى الخارج، إلى الخارج. ركلة مرمى، ركلة مرمى لمصلحة نادي الموصل. عادل نعمة يترقب ودائم التوجيه ودائم التواصل مع اللاعبين. كرة العالية من علي كاظم، رأسية من علي ماجد ووليد كريم، رأسيات المتبادلة. في الأخير وصل في المنتصف إلى دحام، قطعت من أحمد خالد. أحمد خالد يحاول يضغط سايمون على سامسون، سامسون يلعبها إلى المرمور من جديد لسامسون. نقلات لمصلحة نادي النفط، وصلت إلى حبيب، يضغط على الدالي على حبيب، لكن حبيب يحاول المرور والتمرير. نعم مرر لكرار رزاق. كرار رزاق تمريرة طويلة باتجاه وليد. وليد كريم يحاول يحضرها لأمادو. أمادو يبحث عن الزميل، يبحث عن أمادو. المحاولة من الكرة العرضية والإبعاد. الإبعاد، الإبعاد من سدرك الذي يأتي خلف قلبي الدفاع، يأتي خلف قلبي الدفاع ويغطي هذه الكرة. الكرة التي حال فيها أمادو من أمام روبرت باور الألماني، لكن سدرك موجود وأبعد الكرة، أبعد الكرة إلى الخارج إلى ركلة ركنية. محاولة جيدة من فريق النفط، هذا هو سايمون ألكسندر. علي ماجد على لعب الكرة. علي ماجد يلعب الكرة العالية، وصلت لأحمد خالد. أحمد خالد يلعبها إلى محمد ناجي، البحث عن تصويبة لكن يمرر إلى علي ماجد. الآن علي ماجد يبحث عن الكرة العرضية، هنا الإبعاد من حسام، عادت لعلي ماجد. هنا سامر محسن يحاول المرور، لكن علي ماجد قاطع الكرة والكرة ذهبت إلى الخارج. رمية جانبية، رمية جانبية. هنا تبديلين لفريق الموصل، دخول باقر عطوان، دخول باقر عطوان، وأيضا دخول اللاعب عبد الله حسون. باقر عطوان بديلا لعمرو بشير، ودخول عبد الله حسون. عبد الله حسون صاحب تصويبات قوية بديلا لسايمون أمين. رمية جانبية الآن، تبديلين لهيثم الشبول. رمية جانبية من حسام، رأسية من سامر لعلاء الدين الدالي، وهذا دحام. دحام يحاول المرور لكن قطعت من كرار رزاق. كرار رزاق يقدم مباراة جيدة، أبعد كرة هدف محقق لنادي الموصل، هذا هو دحام إبراهيم. كرار رزاق مدافع اليمين يقدم مباراة جيدة ومباراة ممتازة. تلعب رمية جانبية، رأسية وقطعت. أكرم رحيم رأسية أخرى، رأسيات المتبادلة في الأخير. علي ماجد يلعبها لأحمد خالد، يضغط عليه عبد الله حسون على أحمد خالد. أحمد تمريرة إلى أمادو، وهذا محمد ناجي، وصلت وقطعت مجددا، قطعت مجددا، عادت لنادي الموصل. عبد الله حسون لا وجود للخطأ.
أمامية الكرة، استلام للكرة من دحام لكن الابعاد، يحاول الآن سامر محسن، سامر محسن وقطع الكرة، وهناك راية وتسلل، راية وتسلل. ربع ساعة على نهاية 90 دقيقة وما زال التعادل السلبي لغاية الآن. يعني الآن الهدف الآن إذا سجل صعب جدا تعويضه، صعب جدا تعويضه. هذا هو دحام، كرار رزاق وضع على الصورة، تلعب الكرة الطويلة من حيدر جمال، استلم الكرة أمادو لكن ضغط قوي جدا، دفاع بدني كان من مدرندا على موتاري. الوضع بالصورة لاعب جمهورية النيجر، وبعد الكرة بالسلامة لأمادو موتاري بعد اللقطة المشتركة مع مدرندا، فارق الجسماني واضح تماما ما بين اللاعبين. شاهد هنا اللقطة، السلامة لأمادو، الخطأ أم رمية جانبية؟ الخطأ أم رمية جانبية؟ أعرف القرار، خطأ أم رمية جانبية؟ لا رمية جانبية، رمية جانبية الآن. كرار رزاق على لعب الرمية الجانبية، تلعب الآن الرمية الجانبية، هنا الرأسية داخل منطقة الجزاء بحثا عن المتابعة، هنا ياسر أو محمد، نعم محمد عدنان الذي حاول بالكرة. الوضع بالصورة اللاعب البديل الذي دخل في الشوط الثاني، تصويبة يسارية مرت بجوار القائم الأيمن فريق النفط الذي يريد أن يصطاد فريق الموصل من خلال هذه الكرة، لكن الكرة ذهبت بجوار القائم إلى الخارج. تلعب ركلة المرمى عالية في وسط الملعب، هنا الرأسية علاء الدين الدالي يبحث عن تمرير لكن قطعت، وليد كريم يبحث عن الكرة، وأمادو لم يسيطر على الكرة أمادو بشكل جيد، وهنا محاولة إكرام رحيم لكن الإبعاد من أمادو إلى رمية جانبية. حسام كاظم، والمطالبة من ليث فرحان من حسام كاظم أن يلعب الرمية من مكان الخروج. روبرت باور، روبرت الألماني يلعبها للخلف لعلي كاظم حذاري، لاعبين نادي الموصل يحاولون الخروج بالكرة، نعم ينجحوا بالخروج بالكرة. سيدريك إلى باقر عطوان، تمريرة من باقر باتجاه سامر محسن، يحاول عبد الله حسون لكن سامسون قاطع الكرة بصورة ممتازة. وصلت الآن المرمور لعلي ماجد، أمامية من علي ماجد باتجاه محمد عدنان، لكن الألماني برأسه قاطع الكرة. سيدريك محمد عدنان مجددا لمصلحة فريق الموصل، باقر عطوان قطعت الكرة، عادت مجددا لمصلحة فريق النفط. المرمور الأساميين إلى وليد كريم، تمريرات جميلة لمصلحة نادي النفط، وصلت لكرار رزاق، كرار يحاول المرور لكن قطعت باقر عطوان، تمريرة إلى دحام إبراهيم يبحث عن المساندة، يبحث عن علاء الدالي، صعب جدا، تأخر بلعب الكرة دحام، وبالتالي قطعت وعادت مجددا لمصلحة نادي النفط. وهنا أيضا قطع الكرة من حسام كاظم إلى الخارج إلى رمية جانبية لمصلحة نادي النفط. كرات مقطوعة من قبل لاعبي الفريقين. كرار تلعب رمية جانبية من كرار، هنا الرأسية أيضا رمية جانبية أخرى. كرار رزاق على لعب الرمية الجانبية، كرار أخذ وقتا طويلا بلعب الرمية الجانبية. تلعب الآن هنا الرأسية من ساميهين، الإبعاد من مدرندا، وابعاد اخر من حبيب محمد الى رميه جانبيه لمصلحه نادي الموصل. حسام كاظم
على لعب الرمية الجانبية. حسام كاظم على لعب الرمية الجانبية، تلعب الرمية الجانبية رأسية على الدين الدالي، يحاول أمام حبيب محمد، صراع قوي ما بين اللاعبين، لكن في الأخير وصلت سهلة لحيدر جمال. يعني 10 دقائق على نهاية أحداث هذا اللقاء والتعادل السلبي لغاية الآن. مثل ما ذكرت في بداية الشوط الثاني، هكذا مباريات صعب جدا أن تشاهد فيها الأهداف، يعني هكذا مباريات نستطيع أن نقول عليها مباراة الهدف الواحد، لكن هل يأتي هذا الهدف أم لا؟ صعب جدا التوقع، لكن الأداء ليس بذلك الأداء الفني الكبير. تمرير الآن لأمادو، أمادو إلى وليد إلى ساميهين، قطعت من باقر، وصلت لسامر، سامر محسن إلى الدالي، على الدين الدالي يبحث عن المرور، يبحث عن السرعة مع حبيب محمد، سباق سرعة، لكن حبيب ينجح بافتكاك الكرة، يلعب الكرة الأمامية، هنا الرأسية وصلت لباقر عطوان، باقر إلى روبرت باور الألماني، أكرم رحيم، تمريرة وصلت لحسام كاظم، حسام كاظم يلعب الكرة العالية باتجاه دحم إبراهيم، خروج لحيدر جمال، ممتازة من حيدر جمال، وهناك تسلل على دحم إبراهيم، لكن الحكم يعطي مبدأ الفائدة كون الكرة لدى فريق النفط. تلعب الكرة العالية من حيدر جمال، كرة العالية هنا راسية من مدرندا، حذار يا مدرندا، وصلت إلى روبرت، باقر عطوان لسدريك، سدريك أمامية لعبد الله حسون، عبد الله لباقر عطوان، عبد الله وباقر عطوان الثنائي، وهنا الكرة سهلة لدى حيدر جمال. عبد الله حسون وباقر عطوان الثنائي يجيد التسديد من خارج منطقة الجزاء، يجيد التسديدات من مسافات بعيدة. صراع ما بين سدريك ومحمد عدنان، كرة الآن إلى أمادو، قطعت الكرة، عادت لمصلحة نادي الموصل، سامر محسن، سامر أمامية لعلى الدين الدالي، لكن لم تصل، قطعت من كرار رزاق، يقدم مباراة جيدة كرار رزاق، كرار يحاول لعب الكرة، ساميهين تمريرات قصيرة لمصلحة فريق النفط من أجل تهدئة الأمور. كرة طويلة باتجاه محمد عدنان، صعبة جدا على محمد عدنان، رمية جانبية، رمية جانبية لمصلحة نادي الموصل، وصلت الآن لأكرم رحيم، لغاية الآن المباراة يعني هادئة، ليست فيها ذلك الأداء الحماس الكبير، هدوء كبير ما بين الفريقين. شاهدنا هجمات لكن قليلة جدا، يعني أفضلية بسيطة لمصلحة نادي الموصل. المحاولة سامر محسن، لكن حيدر جمال ينجح بمسك الكرة قبل أن تصل لسامر محسن المتوهج في المباريات الأخيرة. سامر محسن هذا الذي يمتلك 4 أهداف و3 أسيست. أكرم رحيم لحسام، لعلاء الدين الدالي، لكن يضغط كرر رزاق، قطع الكرة، وصلت لأمادو، وقطع الكرة من أكرم رحيم، اللعب على الكرة، الحكم قريب جدا كان وفي زاوية رؤية ممتازة. أكرم يحاول، لكن أمادو يقول لعبت على الكرة يا سيد الحكم، لكن الحكم قريب جدا ويقول خطأ لمصلحة نادي الموصل. تبديل حسام جاد الله، لاعب من لاعبين الخبرة، بديلا لوليد كريم، مركز بمركز. حسام جاد الله لاعب الخبرة، بديلا لوليد كريم. تمرير الآن لمصلحة مدرندا أمامية، تحضر الكرة من دحام باقر لسدريك، المنطلق من جهة اليمين، سدريك تمرير لعبد الله حسن لكن لم تصل، تمركز ممتاز من أحمد خالد، والتمرير الأمامية أبعدت من الألماني. باقر عطوان لأكرم رحيم، وصلت لسدريك لمصلحة فريق الموصل. روبرت يلعب الكرة لباقر، يضغط لاعبي نادي النفط، ممتازة ما بين مدرندا وباقر، وصلت لحسام، حسام أمامية لسامر محسن،
سامر محسن وكرار. هل ينجح سامر بالمرور؟ سامر ما زال يحتفظ بالكرة، يلعبها للخلف إلى أكرم رحيم. باقر عطوان لأكرم رحيم مجددا. عودة لاعبين نادي النفط للخلف من أجل الدفاع مجددا الآن للدالي إلى سدرك. سدرك يلعب الكرة تصويبة لكن ممتازة، ممتازة من حيدر جمال. كون الكرة ارتطمت بالأرض قبل أن تصل لحيدر جمال. محاولة من سدرك المدافع اليمين المتقدم بهذه اللقطة. شاهد، نعم الكرة ارتطمت بالأرض قبل أن تصل لحيدر جمال، لكن استطاع الحفاظ عليها الحارس حيدر جمال. 5 دقائق أخيرة على نهاية 90 دقيقة، على نهاية الوقت الأصلي من هذا اللقاء. بالسلامة لأحمد خالد الذي يعاني من إصابة. التعادل السلبي لغاية الآن ما بين طبعا الفريقين، أقل من 5 دقائق. هل هناك هدف قاتل هنا أو هناك للموصل أو للنفط للفريق القادم من بغداد أمام فريق الموصل هنا في البصرة الفيحاء، في ملعب الفيحاء الذي يستضيف هذا اللقاء كأرض افتراضية. أكيد فريق الموصل دائما يلعب خارج الديار. تبديل آخر لمصلحة نادي الموصل. دخول غيث أحمد، نعم غيث أحمد بديلا لسامر محسن. غيث أحمد يدخل الآن بديلا لسامر محسن. أكرم رحيم روح رياضية كبيرة، يلعب الكرة لحارس مرمى نادي النفط حيدر جمال. حيدر جمال يلعب الكرة العالية وطويلة باتجاه محمد عدنان، راسية من سدرك وراسية أخرى من أحمد. عادت لسدرك مجددا، وصلت لسامهين. سامهين يلعبها باتجاه مادو، لكن ميدراندا موجود في التغطية الدفاعية إلى غيث. غيث أحمد تمريرة باتجاه دحام. دحام يحاول المرور لكن حبيب محمد ممتازة. قاطع الكرة من حبيب محمد وتشتيت الكرة. الكرة ما زالت لم تخرج، وحسام يترك الكرة إلى الخارج إلى رمية جانبية. رمية جانبية. هل هناك تبديل آخر؟ نعم تبديل. مادو يخرج ودخول، وأيضا سيف كريم يدخل الآن. سيف كريم هل بديلا لأحمد خالد وخروج مادو. نعم سيف كريم بديلا لأحمد خالد. هذا هو سيف كريم اللي يدخل بديلا لأحمد خالد على ما يبدو لا يستطيع إكمال هذا اللقاء بسبب الشد. ودخول أيضا جعفر عبيس بديلا لأمادو. تلعب الكرة العالية. جعفر عبيس يدخل الآن كمهاجم ثاني مع حسام جاد الله. ميدراندا يضغط لاعبي نادي النفط إلى الأمام. علي كاظم لحسام. حسام المسيطر على الكرة، عادت لمصلحة محمد عدنان لحسام جاد الله لكن قطعت من سدرك. يحاول المرور غيث لكن قطعت من كرار. كرار يحاول أمامية وعالية من لاعبي نادي النفط. هنا الرأسية من حسام إلى الخارج، إلى الخارج إلى رمية جانبية. كثيرة هي الرميات الجانبية وركلات المرمى في هذا اللقاء. دقيقة أخيرة على نهاية 90 دقيقة، وعادل نعمة وهيثم الشبول لغاية الآن متعادلين سلبيا. كرار على لعب الرمية الجانبية، يلعبها إلى سامهين. سامهين إلى محمد عدنان، يلعب الكرة العالية باتجاه حسام جاد الله. هل ينجح باللحق بالكرة؟ لحق بالكرة حسام جاد الله. يمرر إلى سيف كريم. سيف كريم تمريرة قطعت من عبد الله حسون. عبد الله رأسية ما بينه وبين روبرت باور لكن إلى الخارج، إلى الخارج. رمية جانبي. هذا هو بقر عطوان دخل في الشوط الثاني. سيف كريم
على لعب الكرة سيف كريم. تلعب الآن هنا الراسية، يحاول لكن أيضا رمية جانبية أخرى لمصلحة فريق النفط. 90 دقيقة انتهت أحبتي المشاهدين، ورمية جانبية تصل للحارس. كم سوف يضيف؟ 5 دقائق. 5 دقائق. تلعب الكرة، قطعت، عادت. يحاول حسام جاد الله من امام سيدريك لكن ايضا قطعت. كثيره هي الكرات المقطوعه ما بين لاعبي الفريقين. هنا التمريره الاماميه، هل هناك هدف قاتل؟ لكن الابعاد الى الخارج، الى رميه جانبيه، طبعا فريق الموصل سوف يلعب امام دياله في المباراه القادمه، بينما طبعا فريق النفط سوف يلعب امام زاخو في العاصمه بغداد. تلعب الكره العاليه من سيدريك داخل منطقه الجزاء، هنا الراسيه لكن كرار رزاق في المتابعه، ولعب الكره العاليه الطويله اقرب للحارس علي كاظم. دخلنا الدقيقه الثانيه من الوقت المضاف بدلا عن الضائع. روبرت باور يلعب الكره، لا سيدريك نقاه. هذا التعادل يعطي نقطة للنفط ونقطة للموصل. الموصل يصل إلى النقطة 37 والنفط يصل النقطة 38 بانتظار بقية النتائج، نتائج الفرق، من أجل معرفة أين يكون ترتيب الفرق، كون هناك تنافس كبير ما بين المركز العاشر لغاية المركز الثامن عشر، لكن ما زالت هناك جولات، هناك مباريات، وكل شيء ممكن حدوثه. حسام كاظم يلعب الكرة العالية باتجاه الدالي لكن الإبعاد عادت مجددا لمصلحة ميدراندا إلى حسام. أكرم رحيم، كرة أمامية من أكرم إلى غيث، يضغط لاعبين من فريق النفط على غيث. قطعة الكرة، محمد عدنان إلى جعفر عبيس، جعفر إلى المرمور، محمد المرمور المنتقل من نادي النجف. الكرة العالية من سيف كريم، كرة عالية، خروج للحارس ممتازة من علي كاظم. يلعب الكرة العالية علي كاظم، حبيب محمد يحاول، حبيب إلى علي، سامهين، محمد عدنان. تمريرات قصيرة لمصلحة نادي النفط. 3 دقائق مرت من الوقت المضاف، متبقي دقيقتين. هنا تمريرة عرضية، كرة الخطيرة، أي كرة خطيرة ضيعتها يا جعفر عبيس بعد تمريرة عرضية جميلة من سامهين، لكن جعفر عبيس أضاع كرة المباراة. شاهد أي لمسة من سامهين بالمقاس لجعفر عبيس، لكن جعفر عبيس أخطأ الكرة. هل أثرت عليك حساسية المباراة؟ هل أثرت عليك حساسية قلة لعبك للمباريات يا جعفر عبيس؟ أكيد عادل نعمة غير راضي بالمرة عن ضياع هكذا كرة كانت خطيرة جدا. هنا على دين الدالي يحاول الدالي، هل يندم عليها فريق النفط على ضاعة هذه الكرة؟ كرة كانت خطيرة جدا، نعم خطيرة جدا. خطأ على علاء الدين الدالي. الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بداء عن الضائع. تلعب الكرة العالية من حيدر جمال وحسام جاد الله، وهناك خطأ على سيدريك، خطأ على الكاميروني لمصلحة فريق النفط. الكرة الأخيرة في المباراة، هل هناك هدف قاتل للنفط أم تبقى النتيجة متعادلة سلبيا؟
شاهد اللقطة المشتركة ما بين حسام جاد الله وسدرك. نعم الخطأ موجود، الخطأ موجود لمصلحة فريق النفط. بالسلامة لباقر عطوان، بالسلامة لباقر عطوان. خمس دقائق انتهت، اعتقد بعد هذا الخطأ خلاص سوف ينهي احداث هذا اللقاء. كلام ونقاش ما بين لاعبي فريق النفط على الكرة، هل تصوب من هذه المسافة ام تلعب باتجاه الزملاء داخل منطقة الجزاء؟ من سوف يصوب؟ هل حسام جاد الله؟ سيف كريم يمتلك قدم قوية جدا، وايضا محمد عدنان ايضا يمتلك قدم قوية جدا. هل يكون خيار التصويب من هذه المسافة البعيدة؟ وايضا لا ننسى علي ماجد ايضا يمتلك ايضا قدم يمنى قوية. عادل نعمة يتكلم مع علي ماجد، على ما يبدو علي ماجد يقول لا لي كابتن عادل نعمة سوف العبها باتجاه المرمى، اسمح لي ان العبها باتجاه المرمى. هل تنجح بلعبها من هذه المسافة البعيدة يا علي ماجد او محمد عدنان؟ من سوف يصوب ويلعب الكرة؟ هنا تصويبه، لكن مرت وعدت. ومع هذه الكرة الحكم ليث فرحان ينهي احداث هذا اللقاء بالتعادل السلبي ما بين الفريقين. حبايب ما بين الموصل والنفط. وفي الختام تقبلوا تحياتي معلق اللقاء علي عنب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.